فكرة توزيع سهلة أوي للبنات الكبار هتفرحهم جدا. هنجيب كده ستيكر التوزيعات اللي على شكل بنوتة ده وهنلزقها على ورقة الكانسون باللون الفوشيا أو بأي لون انتوا تحبوه. والمرة دي هنحط توزيعات للبنات الكبار. هنجيب بقى أي حظاظة هاندميد كده أو أي إسورة احنا عملناها بإيدينا أو حتى لو هي جاهزة. عملت واحدة كده باللون البينك في الأسود بالشكل ده، وعملت واحدة تانية باللون اللبني زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ ان انا اثبتهم على التوزيعة بتاعتي. هنجيب بقى مسدس الشمع وهنبدأ ان احنا نحط نقطة كده على الكارت بتاع التوزيعات، وهنثبت عليها الأساور بالشكل ده كده. وهجيب ستيكر كده على شكل كريز وهبدأ ان انا احط عليه شمع كده في الظهر وهلزقه كده على التوزيعة القمر بتاعتي. وده كده بقى شكلها قمر قوي. تقدروا بقى تحطوا مكان الأساور دي توك او ممكن تجيبوا قلم روج وتثبتوه كده بدبل فيس او ممكن اي حاجة انتوا تحبوها. بجد تحفة، لازم تجربوها. ترى وبكده نكون عملنا 10 أفكار لتوزيعات العيد جديدة وسهلة وغير مكلفة، تقدروا تعملوها بكل سهولة وتفرحوا بيها الأطفال وكمان الناس القريبين منكم بنية إدخال السرور على قلب مسلم، وكمان هتكونوا سبب في نشر الفرحة والبهجة في العيد وهتكونوا جزء منها. واكتبوا لي في الكومنتات ايه الأفكار اللي عجبتكم في فيديو النهاردة وحابين ان انتوا تنفذوها للعيد. ده بفرح جدا لما بشوف التعليقات بتاعتكم. قولوا لي لو تحبوا اعمل لكم أفكار تانية للتوزيعات ولا لأ. لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده هعمل لكم جزء تاني من التوزيعات.